بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى وفاة نبي الرحمة والإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي مشاهدي قناة الفراتين، مستمرين وياكم بالتغطية الخاصة لنقل مراسيم الزيارة، وبالتحديد من قضاء الشامية التابع لمحافظة الديوانية. طريق الزائرين مستمر منذ ساعات الصباح الباكر وحتى هذه اللحظة. توافد الزوار باتجاه محافظة النجف الأشرف. ابقوا معنا بالتغطية الخاصة لنقل مراسيم الزيارة. رسول الله صوت الأسى ينعى. مشاهدي متابعي قناة الفراتين، مستمرين وياكم بالتغطية الخاصة لنقل مراسيم زيارة وفاة نبي الرحمة والإنسانية قضاء الشامية غرب محافظة الديوانية، ومنذ ساعات الصباح الباكر لنلتقي مع أحد خدمة الإمام الحسين القاصدين زيارة سيدي ومولاي الإمام علي عليه السلام بهذه الفاجعة وهذه الذكرى الأليمة، ليتحدث أكثر عن مدى استقباله أو ذهابه لتعزية الإمام علي عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعزي صاحب العصر والزمان وعلمائنا الأعلام وشيعة أمير المؤمنين في كافة أنحاء العالم، وكذلك نعزي أخواننا الكادر وأخواننا أصحاب المواكب لخدمة الإمام الحسين عليه السلام والقوات الأمنية والحشد الشعبي وكل من خدم على هذا طريق الإمام الحسين من رأس البيشة إلى كربلاء، ومن كربلاء إلى النجف الأشرف، وإن شاء الله كل هاي سائلين الخدمة ما شاء الله متواصلة، مثل ما خدمة الإمام الحسين كذلك تحولت اليوم خدمتنا إلى النجف الأشرف، من الديوانية سيرا على الأقدام إلى النجف الأشرف. بالطريقة أنا شفت المواكب ما شاء الله والخدمة ما شاء الله مستعدين كاستعداد إلى أنه بعد أنه تجيهم زيارة شهادة علي بن موسى الرضا يخلصونها إلى القاسم، يتحولون بعد ما يتحولون من شهادة الإمام الرضا يتحولون إلى شهادة الإمام الحسن العسكري. كلهم هاي إن شاء الله حفظ من الله سبحانه وتعالى، ويحفظهم إن شاء الله، ويحفظ القوات الأمنية ويحفظ أخواننا كل من سعى في هذا الطريق. ونعزي كذلك اليوم أميرنا المؤمنين سلام الله عليه بمصاب ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وإحنا إن شاء الله مستعدين في آخر لبيك يا علي، لبيك يا حسين، لبيك يا رسول الله. سأل المولى يحفظكم إن شاء الله. أبو لنا ولكم الأجر بهذه الفاجعة إن شاء الله. أبو حبيب إن شاء الله أنا خادم من مشاية الإمام الرضا عليه السلام، رحم الله والديكم إن شاء الله. صوت الأسى ينعى ما أشرقت وفاة الرسول محمد، أن تأسس الإسلام على وفاة الرسول محمد، وهذا هو يسمى جهاد إلى الرسول وباقي اليمة الأطهار الطيبين المحسومين وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وإن نكون احنا في منهج أهل البيت، يعني لا نختلف عن منهج أهل البيت، نقلد أهل البيت شنو منهجهم، شنو الظلم اللي هم استازوا من لجل شيعة محمد وآل محمد، وهذا هي التوفيق للجميع إن شاء الله. والله يطيع الأمة الإسلامية على درب العدل ويعظم شعائرهم إن شاء الله. الخدمة جيد جدا، يعني احنا هسه بداية الخدمة، احنا هسه عندنا حسينية، يعني بداية سفار وينتهي السفار تجي 27 همين بدايتها. يعني انا مخلي خدامك الساع بها وقلت لهم بويانا بدي اتوكل على الله والله يسلمكم ان شاء الله، وان شاء الله كلها تسير على درب اهل البيت ولا يراويها مكروه بحق محمد وآل محمد. وشكرا والسلام. انوار في غيبة الموت، في غيبة هذا. متابعي ومشاهدي الفراتين، مستمرين وياكم بالتغطية الخاصة مع زائر آخر في طريق النجف الرابط بين محافظة الديوانية ومحافظة النجف الأشرف للتعزية بوفاة نبي الرحمة والإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر هذه الزيارة زيارة الرسول الأعظم، وإن شاء الله في هذا الطريق خدمات كثيرة إن شاء الله، ونعتبرها وسيلة توصيله للحسين الإمام سلام عليه. نعم. وإن شاء الله طريقنا واحد والحجة إن شاء الله. شلون شفت الخدمة اللي تقدمها؟ والله خدمة جيدة، خدمة جيدة من هناك جاي من الديوانية لجاي إن شاء الله، وإحنا طلعنا من الشامية
ويقولوا لنا يعني من الديوان اللي جاي يعني خدمه جيده. ما تعبان ان شاء الله. لا ان شاء الله. جزاك الله مرحبا ان شاء الله موفق. احبتي متابعي ومشاهدي الفراتين، لنقل مراسيم زياره وفاه نبي الرحمه والانسانيه محمد صلى الله عليه واله وسلم، وترون الحشود القاصده مرقد سيدي ومولاي الامام علي عليه السلام. لهنا انتهت تغطيتنا الخاصه لمراسيم الزياره. رسول الله صوت الأسى صوت وين ما أشرقت أنوار، ما أشرقت أنوار في غير في ما شاء الله بين آه وحزن تفنى